صباح الخير. أنا قاعد في جو حلو، خضرة، شمس ساطعة، الجو دافي، سعيد يعني إن أنا قاعد اللحظات دي، ونفسي يعني أصبح على أصحابي في وقت أنا فيه في حالة استجمام نفسي عميق. وعايز أقول لأصحابي نصيحة كده لوجه الله، قد تكون من تجربة عابرة أو تجربة حقيقية. اوعى تظلم يوم نفسك، اوعى تظلم نفسك لحد. هو الإنسان ما يظلمش غيره، فما باله لما يظلم نفسه. أصعب شيء إنك تظلم نفسك. يا ما شفنا ناس ضحت للقريب، ضحت لأولادها حتى. يا ما والله بعد ما بيدفنوهم ما بيمكن أسبوع زمن يتنسي، حتى ما بيتقروا الفاتحة. عيش، كلك لقمة حلوة، البس، فسح، اقعد مع أصحابك حبايبك، اقعد في المكان اللي يريح قلبك. العمر قصير، كله فاني، كله ميت. هتعمل وتتصارع ومحدش هيشكرك. والله العظيم البني آدم ده نكر الجميل فعلا. وبدل ما تتآلم وتتصدم، لا، خليك حذر. انت تعمل الخير وتخلي النتيجة عند ربنا، لو دي المضمونة. لكن لا 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 لأولادك، والله احنا شفنا عيال سابت ابوها زي الكلاب وماتها. والله ورجاله بعد ما توفت امراته ما تم غير الوقت يا دوب واتجوز ونسي حتى ما فاكرها. وياما نسوان كذلك. ما حدش لنفسك غير نفسك. نصيحة بجد لوجه الله. شوف، احنا ما نظلمش حد، والواحد يدي اللي قادر يديه، والمسؤولية بتاعته يؤديها، وكلكم راع وكلكم مسؤول. لكن نفسك مسؤولة عنك. مين فينا راح اتفسح شوية؟ مين فينا أكل نفسه أكلة حلوة ولا لبسة حلوة؟ يا عمي كله بيتنسي بعد ما تموت، محدش هيفتكر فيك. أنا كاتب قصيدة اسمها آخرك شوية بكا، بتقول: آخرك شوية بكا ليلة عزا، جايز يومين تتنسي وجايز يكونوا أقل. يعني البني آدم ده أصلا ولا حاجة. عيش لنفسك، ما تظلمش نفسك. ربنا يسعدكم، صباح سعيد.